ما باحبش بنتي أبدًا اللي لسه والداها حديثًا، ومش بس كده حاسة إن هي السبب في كل المشاكل اللي بتحصل لي، وحاسة إني كرهت حياتي بسببها. دي رسالة من أم لسه والدة حديث، بنت طبعًا صغيرة في السن، واتفاجئت بإن هي بعد ما لمّا ولدت بتكره الطفلة، أو هي بتفتكر كده، بتعتقد كده إن هي ما بتحبش بنتها، لأن عندها حاجة اسمها اكتئاب ما بعد الولادة. دي حاجة علمية عادية طبيعية، هتحصل فترة إن شاء الله وهتبقي كويسة خالص، ولكن أنتِ الطبيعي جدًا فيها أسبوع أو 10 أيام، أسبوعين maximum، لو أكتر من كده هتبقي أنتِ في مشكلة، ولازم محتاجة support، ولازم محتاجة إنِّك تشوفي life coach، مش دكتور أمراض نفسية، لأن الدكتور أمراض نفسية هيدّي لِك مضادات اكتئاب وهيعالجِك على إنِّك شخص مكتئب، وهو الحقيقة دي حالة سيكولوجية من ناحية إنِّك أنتِ هرموناتِك بتتغيّر وحاجات كده، ومن ناحية تانية إن أنتِ فعلًا تعبانة، أنتِ فعلًا تعبانة. ما حدّش يقدر ينكر إن الأمومة أبدًا شيء مش سهل، ما حدّش أبدًا ينكر إن الحمل رب العالمين بيقول لِك يعني وهنا على وهن، وحملته أمه كرها ووضعته كرها، وحملته أمه وهنا على وهن، فربنا سبحانه وتعالى شاهد ليكِ، عارف إنِّك أنتِ وعالم بيكِ، عالم إنِّك أنتِ فعلًا الموضوع مش صغير، ولكن أنتِ أول حاجة لازم تطلبي support. أول حاجة لو أم لسه ما ولدتش أصلًا وتكون حامل، يا جماعة لازم تؤهَّل نفسيًا إيه اللي هيحصل بعد الولادة. ما تحسسوهاش إن أنتِ بقى هتروحي يا سلام بقى وعندِك طفل والدنيا حلوة وجميلة، لأ، هي الدنيا صعبة، هو ربنا شاهد لِك إن الدنيا صعبة مش سهلة. فأنتِ وأنتِ حامل المفروض تؤهّلي نفسيًا، طب ما تمِّش تأهيلِك نفسيًا وخلاص ربنا قوّمِك بالسلامة وجبتِ طفلة، أنتِ مش بتكرهيها ولا حاجة، أنتِ عندِك صدمة، صدمة لإن المسؤولية كبيرة جدًا، 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 أنتِ أساسًا الجواز بالنسبة لِك لسه ما خلصتيش من صدمته إنه بقى مسؤولية وفي شخص مسؤولة عنه، وتطبخي وتغسلي وتمسحي وتنضّفي وتروحي شغلِك وتيجي من شغلِك، أنتِ بتعملي كل ده، أنتِ فعلًا شخص قوي. أنتِ بقى لمّا ربنا قوّمِك بالسلامة وجبتِ طفلة، أنتِ حاسة إنِّك أنتِ لو نمتِ وغفلتِ عنها ممكن يجرى لها حاجة، أنتِ كمان مع شعورِك بالمسؤولية في شعور بالذنب، إن أنا لو أنا ما عملتش كل اللي عليَّ مع الطفلة دي ممكن يجرى لها حاجة، فأنتِ عندِك شعور بالذنب مختلط بالتعب الجسماني، مختلط بإنِّك أنتِ إزاي هاقدر أواجه كل ده. أنتِ محتاجة ننظّم وقتنا، ده أولًا، محتاجة support من الآخرين، من الزوج ومن أمِّك ومن أمه ومن كل العيلة support. طيب إذا ما فيش الsupport ده، اعرفي حاجة مهمة جدًا، لو أنتِ دلوقتي مؤهلة لجايزة نوبل وبيقولوا لِك هتاخدي أنتِ كشخص باسمِك ده هتاخدي جايزة نوبل، فأنتِ هتعملي المستحيل علشان تاخدي الجايزة دي، هتسافري وهتتعبي وهتقري وهتعملي، ده أنا هاخد جايزة نوبل. النهارده ربنا وعدِك بالجنة، الجنة تحت أقدام الأمهات، أنتِ موعودة بحاجات كتيرة أوي، أنتِ مؤهلة بحاجات، أنتِ لوحدِك كشخص كأم لفلانة اللي أنتِ خلفتيها دي، أنتِ لوحدِك مؤهلة لهذه الصفات، أنتِ مؤهلة بيها. ربنا سبحانه وتعالى حطها فيكِ أنتِ، مش في الأب ولا في الجدة ولا في أي بني آدم، أنتِ الوحيدة اللي ربنا حط فيكِ الصفات دي، فلازم تفتخري، لازم تفرحي، لازم تعرفي إنِّك بتعملي task ما حدش يقدر يعمله غيرِك أنتِ، أنتِ بس اللي هتقدري تعملي ده. حُبِّك للبنت هييجي، يعني ما تخافيش، ما تقلقيش إن أنتِ ما بتحبيهاش دلوقتي أو أنتِ مش ما بتحبيهاش، أنتِ حاسة إن دي السبب إن باباها طفشان من البيت لإنه مش عايز دوشة، دي السبب إن أنا مش عارفة أخرج، أنا كنت باخرج وباعمل shopping وباروح هنا وباروح هنا، دي السبب إنِّك أنتِ حاسة بالمسؤولية وبالذنب، لكن ما تحمّليهاش الذنب ده، حسّي إن دي نعمة من ربنا سبحانه وتعالى وهبها لِك، مش بس هي كشخص، ربنا وهبها لِك كنعمة، كل حاجة بتعمليها معاها صدقة،
وثوابك عليها كبير جدا جدا مع ربنا سبحانه وتعالى. انت بتعملي عمل عظيم، انت بتنشئي طفل هيدخل للمجتمع، انت داخله تحدي كبير جدا جدا جدا. الطفل ده كلب بقى صحيح، بقى سليم، بقى كذا بقى كذا، ده تحدي، انت قد التحدي ده. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى أهلك انت بالذات دونا عن العالم كله، ذكرك انت بالذات 3 مرات: امك ثم امك ثم امك ثم ابوك. فانت 3 مرات افضل من الاب عند ربنا سبحانه وتعالى. وانت ربنا عمل الجنه تحت اقدامك، فانت مؤهله وموعوده بجنه، موعوده بالنعيم، موعوده بالجائزه الكبرى. فانت عايزه ايه اكتر من كده؟ انت تؤهلي نفسيا. اول حاجه، اذا ما لقيناش السبورت من الاهل، ولو انت بتشتغلي، فانا بقترح عليكي بدل ما هتودي البيبي ده حضانه وهتدفعي لها رقم، هاتي ناني في البيت. دي عن تجربه يعني مع بنتي. تجيبي ناني في البيت. الناني في البيت احسن بكتير من النيرسري في السن الصغير قوي ده، لان هي كمان هتنام جنبها، فانت هتعرفي تنامي بالليل. ولما تمشي هي مش تخرج في البرد وفي الحر وكده، وهي تقريبا بنفس فلوس النيرسري. اذا انت ما بتشتغليش وماديا غير مقتدره انك تجيبي ناني او تودي نيرسري، فاهم حد عندك بقى دلوقتي الشخص ده، البيبي ده. جوزك مش بيساعدك في البيبي، لان في اوروبا والدول المتقدمه الاب بيساعد الحقيقه يعني. لكن احنا عندنا في مصرنا الحبيبه الاب يقول لك انا هنام علشان انا صاحي عندي شغل. لو انت ما بتشتغليش الحقيقه سيبي الراجل ينام، وانتي نامي مع البيبي. يعني تسهر طول الليل، اقعدي كده اعملي قهوه واتفرجي على التلفزيون واسهري معاها طول الليل. بس عوديها، حاولي تعوديها تنام. واذا هي يعني بتصحى الصبح، بتنام الصبح، نامي انت كمان الصبح. والله جوزك مش بيساعدك، احنا اهم حاجه عندنا البيبي، لا مهم عندنا نعمل له الغدا دلوقتي ولا مهم عندنا اي حاجه في الدنيا. بس هنحاول نعمل جدول، نعمل الساعة كذا البيبي دي بتنام الساعة كذا، فأنا هعمل كذا فهيحصل كذا. دي تاسك، دي مذاكرة، ده تحدي، ده جايزة كبرى. ما تتضايقيش، ما تزعليش، اوعي تاخدي مضادات اكتئاب، بس ظبطي جدولك واعرفي ان دي حالة مؤقتة هتموتي فيها بعد كده. لما تلاقيها بتندهلك باسمك، لما تلاقيها بتهزر، لما تلاقيها بتضحك، يعني انت مش متخيلة هتحبيها قد ايه. ما تقلقيش، هتحبيها، ربنا يخليها لك. كل حاجة هتعدي، كل حاجة هتبقى كويسة، وبكرة كل ده هيبقى ذكريات. ما تستسلميش خالص ان انا مكتئبة، ان انا كذا. ما تستسلميش وما تعمليش مشاكل. ريلاكس، كله هيعدي، هتقدري. تابعي مع لايف كوتش مش دكتور امراض نفسية، حتى اونلاين بالتليفون. ربنا يوفقك ويخليك.